سنين نايمة ومستغطية تحت البطانية وبقول أنا مش عاوزة أحتفل بسنة بتروح من عمري. طلع كله كذب. ليه ما احتفلش بيها؟ وزمايلي وحبايبي الفنانين جم احتفلوا معايا وعملوا لي أحلى حفلة عيد ميلاد. يعني انتي يا فيفا عبده هي جاتوب بقى، أتوب بقى وارجع لربنا بقى. مش انتي زعلانة ومتأثرة؟ خلاص بقى ارجع لربنا بقى واسجد واصلي وادعي ربنا يسامحني ويغفر لك، عشان اما نقابل رب كريم نروح طاهرين نضاف مش شايلين ذنوب. دي سنك ده 74 سنة اللي نقول ايه؟ التوبة والنصيحة لله ونسجد لربنا ونرجع لربنا، صح؟ مش ده صح ولا انا غلطانة ولا ايه؟ زعلانة بقالك سنين من نايمة تحت البطانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ أهلا وسهلا بكم في قناتنا المتواضعة. إحنا على طول ساعات كده عمرنا بيجري، بنبقى نايمين مستغطيين وعمرنا بيجري. ببقى نايمة كده ومتدفية بالبطانية كده ومعرفش النهاردة كام او بكره ايه او بعده ايه. العمر بيسرقني وانا نايمه. انت بتتكلمي على مين؟ بتكلم على الفنانه الكبيره فيفا عبده. هي فنانه؟ هي الرقاصه بقت فنانه؟ مش عارف. هما بيقولوا فنان، بيقولوا فن، كل واحده طالعه ترقص بيقولوا فن، بس فيفا عبده لسه بترقص. يعني فيفا عبده لسه سنها يسمح ان هي ترقص. طبعا فيفا عبده كانت بتحتفل بعيد ميلادها وتقول لك انا بقالي سنين نايمه ومستغطيه تحت البطانيه وبقول انا مش عاوزه احتفل بسنه بتروح من عمري. طلع كله كذب. ليه ما احتفلش بيها؟ وزمايلي وحبايبي الفنانين جم احتفلوا معايا وعملوا لي احلى حفله عيد ميلاد. يعني انتي يا فيفا عبده، يا جماعه هي اسمها عطيات، بس فيفا عبده بقى اسم الدلع. عطيات ديت من قبل ما تتشهر، اما فيفا عبده ده اسم الدلع. يعني انتي كنت نايمه في توهان ما كانوش حد بيعمل لك عيد ميلاد خالص. امال ايه الفيديوهات اللي انت كنت طالعه بترقصوا عريانه وكلام من ده؟ ليه نسيت عيد ميلادك؟ سنين بحالها 72 سنه ولا 74 سنه. فيفا عبده عندها 74 سنه طالعه تحتفلي بعيد ميلادك وزعلانه اللي انت كنت ناسيه عيد ميلادك. يا الله حبيبتي، ما تفكرتيش عيد ميلادك خالص في السنين دي كلها. ده انت كل يوم بتحتفل بعيد ميلادك، كل يوم بتعملي فيديو شكله بتنزليه، فيديو شكله بتنزليه. يعني انت دلوقتي اللي في سنك ده اهو يقرب من ربنا ويتوب توبه نصيحه. خلاص شبحت يا ستي، شبحت رقص وشبحت غنى وشبحت 5 موا وشبحت حاجات كتير قوي. نرجع بقى نستغفر الله بقى، الباقي من عمرنا نقضاه في ايه؟ في عبادتنا وصلاتنا. ما نطلعش بقى ايه بالقمصة وكاش مايوه والمايوه ولا سنك. واقول ولا ايه؟ اقول ولا ايه؟ انت زعلانه بقالك سنين ما بتحتفليش بعيد ميلادك ونايمه تحت البطانيه من السقعه مستغطيه. يا بختك يا شيخه، مستغطيه وسقعانه. انت صعبانه عليا دلوقتي، انت زعلانه. اذن انت
ما احتفلش بعيد ميلادي. كنت الاول اقول ايه، هو انا هحتفل بسنه تروح من عمري؟ لا لا لا، لازم احتفل كل شهر واطلع ارقص واعمل مهرجان عشان ما ازعلش. لا اله الا انت يا رب. نصيحه، نصيحه، ننسى اللي عدى ونقرب من ربنا. ما عادش قد اللي راح، ما عادش قد اللي راح. ارجعي لربنا واسجدي له واطلبي منه السماح والتوبه والمغفره، عشان لما تقابلي رب كريم يستقبلك وهو قابل منك السماح، وربنا يهديك ويصلح حالك. يعني احنا كل واحدة ما بتعملش عيد ميلادها تقوم تقول انا احتفل بسنة تروح من عمري؟ وحبايبي بقى اللي عملوا لي العيد ميلاد، اصحابي وقرايبي وعيالي عملوا لي احلى عيد ميلاد، وانا كنت زعلانه زعلانه قوي قوي. ازاي انا السنين دي كلها ما عملش عيد ميلاد؟ يعني انت اولادك ما كانوش بيعملوا لك عيد ميلاد؟ يا حرام. يعني انت لما كنت بتعملي الحفلات دي كلها ما كانتش بتعملي لك عيد ميلاد؟ ازاي؟ ده انت ما بيعديش شهر الا لما بتطلعي هي كانت فساتين ولا قميصه ولا فيها ايه دي؟ سنك ده 74 سنه، اللي نقول ايه؟ التوبه والنصيحه لله ونسجد لربنا ونرجع لربنا، صح؟ مش ده صح ولا انا غلطانه ولا ايه؟ زعلانه بقالك سنين من نايمه تحت البطانيه مستغطيه، واول ما عملت العيد ميلاد دفيتي صحيتي فقتي، صح كده ولا انا غلطانه ولا ايه؟ مش فاهمه برضه. قولوا لي يا جماعه، اكتبوا لي في الكومنتات، حد منكم كان سقعان ومتدفي تحت البطانيه وزعلان ان سنه بتروح من عمره؟ طب انت زعلانه اللي سنه بتروح من عمرك؟ اتوب بقى وارجع لربنا بقى. مش انت زعلانه ومتاثره؟ خلاص بقى ارجع لربنا بقى واسجد واصلي وادعي ربنا يسامحني ويغفر لك، عشان لما نقابل رب كريم نروح طاهرين نضاف، مش شايلين ذنوب، ما عادش قد اللي راح. يا فوفة ارجعي يا فوفة، ما عادش قد اللي راح. يستقبلك وهو قابل منك السماح، وربنا يهديك ويصلح حالك ويهدي كل من كان يا رب. وده كان في الدين، يا رب يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.